يا ترى ايه الفرق بين ال20 جنيه القديمة والجديدة غير ان دي ورق ودي بلاستيك؟ ده اللي احنا هنعرفه في الفيديو ده. في الاتنين على وش العملة في صورة الجامع محمد علي، لكن في القديمة ظاهر الجامع بس، في الجديدة في كمان جزء من أسوار قلعة صلاح الدين ظاهر، بالإضافة لأن في الجديدة في المنتصف صورة لمحراب جامع الناصر محمد اللي موجود في قلعة صلاح الدين برضو. كمان من الحاجات المميزة قوي ان في الجديدة لو بصيتوا فوق المئذنة بتاعة الجامع هتلاقوا فيه كده رسمة لزخارف إسلامية جواها نصف عين حورس، لكن في الجديدة مفيش كده، لكن في زهرة اللوتس على الجنب الأخير للعملة، ويعتبروا الاثنين تأثيرات مصرية قديمة. أما بقى ظهر العملة فالاثنين هنلاقي فيه تصوير للملك رمسيس الثاني وهو على عجلته الحربية. الجديدة أنا عاملة لها فيديو لوحده بتبقوا شوفوه، لكن بقى القديمة في ايه؟ هنا الملك ممسك بصولجاناته وواقف امام مائده القرابين. الجزء اللي تحت هنا ده اثار الجدل كتير قوي، تعالوا بقى نشوف كل حاجه فيه. اول حاجه هنا في الاله حورس وهو واقف وماسك الصولجان بتاعه. في ناس كده نفوسها مريضه ما شافتش الصولجان وقال لك هو واقف بيعمل ايه، لا هو واقف ماسك صولجان، ولكن انتوا اللي ضميركم وحش. امامه بقى في الالهه سيشات وهي الهه الحساب وواحده من الهات المعرفه في مصر القديمه، وهي واقفه وماسكه المسطره في ايديها. هنا بقى ظاهر الملك في لحظه تتويجه وهو واقف في منتصف بين اتنين من الالهات، كل واحده فيهم لابسه تاج مختلف، واحده لابسه التاج الاحمر تاج الشمال، وواحده لابسه التاج الابيض تاج الجنوب، لكن بيلبسوه هو التاج المزدوج وهو تاج مصر العليا والسفلى او الشمال والجنوب مع بعض. كمان من الحاجات الحلوه لو بصيتوا هنا فوق في المنتصف هتلاقوا فيه نصف عين حورس اللي بتكملها النصف التاني اللي موجود على وجه العمله. كمان العمله متزخرفه باشكال كتير لزهره اللوتس، وكمان بعض الزخارف اللي ظهرت في مصر الاسلاميه. دي كده ال20 جنيه القديمه. قولوا لي بقى انتوا حبيتوا انهي اكتر، الجديده ولا القديمه، وانهي شفتوا ان شكلها احلى؟